ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناة مطبخ وافكار سونا. في فيديو النهاردة هنزين مع بعض تورتة عيد ميلاد. انا كنت عاملاها لعيد ميلاد اولادي، طلع حلوة جدا جدا. شايفين منظرها؟ هنعملها النهاردة مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة وبأقل الامكانيات. انا عملت معاكم تورتة قبل كده بس كانت مستطيلة. النهاردة هنعمل مع بعض التورتة المدورة للي حابب يغير. احلى تورته لاحلى عيد ميلاد. يلا بينا نشوف عملناها ازاي مع بعض واحده واحده. يلا بينا. اول حاجه معايا الكيكه الاسفنجيه بتاعتها اهو. انا كانت لسه طالعه من الفرن حالا. انا عملتها معاكم قبل كده في فيديو لوحدها. اللي محتاج الفيديو هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. انا حبيت اوريها لكم بس. اول ما طلعت من الفرن شايفين منظرها؟ طالعه مرتفعه حلوه جدا جدا. هنبتدي بقى نشيل كده ورق الزبدة من عليها. انا عملتها بامكانيات بمقادير بسيطة جدا، يعني كل تورتاية ده عاملينها بثلاث مكونات بس. عملناها بنص كيلو دقيق سبونج خام بتجيبيه من عند العطار، عليهم نص كوباية مية، عليهم 5 بيضات. بنضربهم كلهم بالمضرب الكهربي، بنكون مسخنين الفرن وبعدين بنهدي الفرن ونحطها على الرف الوسطاني. بتاخد بالظبط معاكي ساعة، ممكن اكتر او اقل على حسب نوع الفرن بتاعك. انا اخدت معايا ساعة. طبعا بعد ما هنطلعها من الفرن هنسيبها لما تهدى خالص وتبرد، وبعدين هنبتدي نشتغل فيها ونزينها. ادي التورتيه بتاعتي بعد ما بردت اهي. هبتدي بقى انا اشيل كل الوش بتاع التورته ده، لان طبعا هيغلبني في التزيين، فانا هستغنى عنه وهشيله. وبعد ما نشيله ننظف مكاننا كويس خالص. لازم تنظفي مكانك اول باول وانت بتزيني في التورته، عشان اللي بيجع منها ده ما يبهدلكيش منظرها وتبقى شكلها مش لطيف. خلاص كده شلنا الوش. طبعا لو في حواف كده زيادة وناشفة شيليها. بعد ما نضفنا المكان اهو هنبتدي نقطعها. انا هنا هقطعها على 3 طبقات. انت حابة تقطعيها على 4 على 5، ممكن على 2، ممكن على واحدة زي ما هي كده وتزينيها من بره. هتبقى حلوة جدا جدا. شايفين بقى الكيكة من جوه هشة وخفيفة ازاي؟ طالعة تحفة بالأمانة. وانا هنا قللت البيض. المرة اللي فاتت انا كنت عاملاها ب6، المرة دي عملتها ب5 بس وادتني نفس النتيجة. بعد ما قطعناها على 3 اهو بالمنظر ده. زي ما قلت لكم حابين تقطعوها على اكتر براحتكم جدا. هبتدي برضو ننضف مكاننا كويس عشان الفتافيت اللي نزلت. وبعد كده هنبتدي نشتغل بالكريم شانتيه. انا عملت معاكم الكريم شانتيه قبل كده برضو في فيديو لوحده. اللي محتاج لينك الفيديو هسيبه لكم في صندوق الوصف. هنبتدي نعبي الكريم شانتيه كده في كيس حلواني او في كيس عادي من بتاع الاكل، او بالمعلقه او الاسباتيولا، وابدا اخد كميه كميه واحطيها بين كل طبقه وطبقه من الكيكه. هنحط اول طبقه وبعد كده تاني طبقه، ونفس الطريقه هنحط فوقها كريم شانتيه. وادي مقادير الكريمة اهي ظهرت قدامكم. كوبايتين كريم شانتيه خام، عليهم كوبايتين مية مثلجة او ممكن تبدليه بلبن، وعليهم نص كوباية سكر بودرة. ممكن تكتر كمية السكر براحتكم جدا. كله هنضربه مع بعضه في المضرب الكهربائي، هيطلع معانا احلى كريم شانتيه. طبعا لو عايزينه لونه بني هنحط عليه كاكاو او شوكولاتة. تمام. بعد ما حطينا كده الكريم شانتيه بين الطبقات، هبتدي احط من فوق ومن على الجوانب بتاعه الكيكه بتاعتي كله، وهبتدي افرده كده وهنغلف الكيكه بتاعتنا كلها بالكريم شانتيه. لازم تحطي كميه كده حلوه من فوق ومن على الجوانب، بحيث هو ده اللي هيبقى الشكل الاخير اللي هتزيني بيه الكيكه بتاعتك. هننزل كده الكريم شانتيه من على الجوانب ونبتدي نسويها شويه شويه بالشكل ده. طبعا هنا هيبقى التظبيط بتاعك صعب شوية، فانت تدخليها بعد ما غلفناها كلها كده هتدخليها التلاجة حوالي ساعة كده او اكتر. سيبيها في التلاجة لغاية ما يتماسك، وبعد كده هنطلعها ونكمل زينة فيها. بعد ما طلعناها من التلاجة اهو هنبتدي بقى بسكينة بسبتيولا بأي حاجة كده تكون مفرودة، وابدأي زيني بيها افردي بيها الكريم شانتيه على التورتة بتاعتك، بحيث تساوي الطبقة اللي من فوق دي ومن على الجوانب. تسويها كلها. لو مش هتعرف تسويها هاتي اي حاجة مشرشرة واعملي بيها كده الجوانب، هتديكي شكل كده خيوط خيوط من فوق بعض، هيبقى شكلها تحفة برضو. خلاص بعد ما كده زي فردناها كلها كده وظبطناها، هبتدي بقى انا اغلفها بصوص الشوكولاتة. فهجيب صينية واحطها كده من تحت علشان صوص الشوكولاتة اللي ينزل في قلب الصينية ما يبهدليش الدنيا. ده صوص الشوكولاتة عملته معاكم قبل كده برضو. اللي محتاج الفيديو هسيبه لكم في صندوق الوصف. وكمان عملت معاكم صوص الكراميل، يعني ممكن تزينيها بصوص شوكولاتة او صوص كراميل، الاتنين احلى من بعض. للي مش حابب الشوكولاتة يعملها بصوص الكراميل.
خلاص هبتدي كده احرك التورتيه بتاعتي كده بالراحه بحيث ينزل الصوص كده من على الجوانب، هيعملي زي شكل خيوط خيوط. طيب لو انت حابه تغلفيها كلها بصوص الشوكولاته من بره، زود الكميه كده من فوق، يعني حطي كميه كبيره من فوق بحيث تنزل كميه كبيره من على الجوانب وتغطي لك كل جوانب الكيكه بتاعتك بصوص الشوكولاته. تمام كده خلاص اهو. المفروض بقى تستني عليها حوالي كده نص ساعة او ربع ساعة لغاية ما يبطل الصوص ده ينزل كده، علشان لما تنقليها على طبق التقديم بتاعك ما ينزلش كمان كده، يبقى منظره مش لطيف. انا طبعا ما استنيتش عليها فشيلتها هنا قدامكم على طول عشان كنت عايزة اخلصها معاكم، فبدأ الصوص ينزل معايا. لكن انت طبعا في بيتك براحتك، استني عليها شوية لغاية ما الصوص يبطل ينزل، وبعدين انقليها في طبق التقديم بتاعك بالمنظر اللي انت هتشوفيه ده اهو. تحاولي كده تشديها بالراحة وتنقليها في طبق التقديم. خلاص. طبعا انا بعمل معاكم التورتايه بطريقه سهله جدا وتزيين بسيط جدا للمبتدئين اللي ما بيعرفوش يزينوا تورت وحابين يعملوا هم تورت لاولادهم كده على اعياد ميلادهم. اعملوها بالطريقه اللي انتوا شفتوها دي وهتطلع معاكم حلوه جدا جدا. هنبتدي بقى بالكريم شانتيه برضو كده، هنعبيه في الكيس وهنبتدي نعمل وردات من تحت حوالين التورتايه كده. طبعا لو ما عندكيش انا قلت الكيس الحلواني ده، ممكن صدقيني بالكيس العادي هتعملي بيه وردات حلوه جدا. هتفتحيه كده فتحه صغيره خالص من تحت وابدأ اشكلي بيه كده وردات برضو على التورته، هيطلع شكلها حلو جدا. بعد ما خلصنا الوردات من تحت هبتدي اعمل تشكيله من فوق. انا هعمل كده شكل زي شكل حلزوني بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده كده، تعملوه هيطلع معاكم منظره حلو جدا. او ممكن وردات زي اللي من تحت كده تعملوها برضو من فوق، او ممكن دوائر صغيرة كده نقط نقط جنب بعضها. اي منظر في التزيين هيديكم شكل حلو جدا. عملنا كده من فوق اهو بالمنظر ده وخلصنا. شايفين منظرها؟ طيب انا هنا عاملاها الاولاد اطفال صغيرين، طبعا الكبار بيحبوا الحاجة الهادية، لكن الاطفال الصغيرين بيحبوا الالوان كده، ويبقى التورتيه كده فيها الوان كتيرة وشكلها حلو. فانا جبت بقى هنا لولي الوان كان عندي، جبت احجام صغير وكبير، وهبتدي بقى اكمل به كده زينة التورته بحيث يبقى شكلها احلى. خلاص هبتدي احط كده اللولي بتاعي واحدة من جنب واحدة، او ممكن بقى انت تحطي شيكوبون او حلويات ملونة او فرماسي ملون، يعني المتاح عندك، مش لازم حاجة معينة. اي حاجة متاحة عندك متوفرة عندك هي اللي تعملي بيها وتزيني بيها. خلصنا كده كل اللولي اهو جنب بعضه بالشكل ده. هبتدي برضو بالكريم شانتيه اعمل كده زي وردة في النص، وبعدين باللول الصغير بقى هبتدي احط حواليها بالمنظر ده اللي انتوا شايفينه. وعلى برضو الوردات من تحت كده هبتدي احط لولي، هيديها منظر احلى. وطبعا لو ما حطيتيش هي كده لوحدها برضو منظرها حلو جدا، بس انا زي ما قلت لكم انا عاملاها الاطفال، فالاطفال بتحب الحلويات يعني وبتحب الالوان الزيادة. خلاص اهو هنبتدي نزين اللولي من تحت بالشكل ده. انا فاض عندي لولي تاني فرحت حطيت بقى من فوق فكملت المنظر، يعني في كل الفراغات اللي من فوق على الكريم شانتيه ده حطيت بين كل واحدة وواحدة كده واحدة. كملناها اهو زينة بالشكل ده. طبعا بقى انتوا اعملوها بالطريقة اللي تعجبكم، عايزين تزينوها باقل من كده زينوا، عايزين تزينوها بالطريقة دي زينوها. صدقوني لو عملتوها هتعجب اولادكم خالص، لانها عجبت اولادي جدا وفرحوا بيها خالص. شايفين منظرها؟ هنا بقى بعد ما فتحنا التورتيه من جوه انا حبيت اوريها لكم برضو. شايفين طلع حلوة جدا، ما سقناهاش هو العصير ولا سيرب ولا لبن، وبالامانة حلوة جدا جدا وطرية وهشة وخفيفة وكانت تحفة، وطعمها كمان حلو حلو جدا. انا هنا مقلله السكر بتاعها على الكريم شانتيه، انتوا لو حابين الحاجه مسكره فزودوا كميه السكر، بس كده كده الاسبونج الدقيق بتاعه بيبقى مسكر، فانا ما حبيتش ازودها اكتر يعني. خلاص شايفين منظرها اهو، هقطعها معاكم اهو. شايفين الطراوه بتاعتها طريه جدا من جوه وطعمها كمان كان تحفه. زي ما قلت لكم انتوا لو حابينها اطرى من كده وعايزين تسقوها، اسقوا الطبقات من جوه سواء بعصير او بلبن او بسيرب زي ما انتوا عايزين. ايه رايكم في الفيديو؟ ايه رايكم في التورته بتاعتي؟ حلوه ولا وحشه؟ يلا مستنيه ارائكم لانه كلامكم فعلا بيفرحني جدا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليوصلكوا كل جديد. احلى تورته للمبتدئين اهو، حلوة جدا جدا، احلى تورته لاحلى عيد ميلاد.
زينوها بالطريقة دي، وإن شاء الله تعجبكم وهتعجب أولادكم. واستنوني في وصفات جديدة وأفكار جديدة مع مطبخ وأفكار سونا. أشوفكم على خير. باي باي.